متى تبدأ العلامات الكبرى؟ تبدأ العلامات الكبرى بحرب. الآن ابدأ احفظ القصة، لكن احفظ القصة الآن، لأنك إذا كنت أحد أبطالها وشاهدت أحداثها لازم تكون تعرف شو تسوي. تروح ويا منو؟ وين تروح أصلا؟ وقد نكون نحن إذا مو إحنا عيالنا أو عيال عيالنا يشهدون هذه الأحداث. احفظ القصة وعلمها عيالك. تبدأ العلامات الكبرى بحروب مدمرة، وأول أو أحد الحروب هذه حرب يجتمع فيها المسلمون مع الروم النصارى، يعني حلف يسوون، يقاتلون عدوا ما سماه النبي. من هو العدو؟ ما قال. شوف الحكمة، إنه ما قال من العدو. ما في شيء في الشريعة يذكر إلا بحكمة ويخفى إلا بحكمة. قال تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم. بعض المحللين الحين السياسيين أو اللي قاعد يسمعني قد يتخيل دولة من الدول العظمى، قد يتخيل عقيدة من العقائد المدمرة الكبرى، قد يتخيل شعب من الشعوب إحنا والروم يعني النصارى حلف يصير بيننا، نقاتل عدو وننتصر. بعد الانتصار هذا فيغدرون كعادتهم. النصارى يغدرون في المسلمين ويأتونكم ب80 راية، في رواية غاية يعني راية، تحت كل راية 12,000 يعني جيش المليون. يرسلون عليكم بالغدر جيش قوامه تقريبا 1,000,000 إنسان، ويبدأ القتال بين المسلمين وبين النصارى. طبعا في ذلك اليوم الفوضى في العالم، فوضى أمنية، فوضى سياسية، فوضى عسكرية، فوضى. لا تتخيل مثل اليوم، لا، دنيا معفوسة. في ذلك اليوم يخرج رجل كما جاء بذلك الصحاح يبايع، شوف المكان، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، محمد بن عبد الله، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حسني فاطمي علوي. علوي نقصد نسبة إلى علي بن أبي طالب. هذا الرجل من آل البيت يبايع الناس، يسمى المهدي في ذلك الحديث الصحاح. طبعا هذه بداية الآن أول انفراط المسبحة. شنو المسبحة؟ هي صورة بس. شفت المسبحة؟ المسبح في الخرزات، إذا انقطعت المسبحة ما تطلع خرزة واحدة بعدين خرزة ثانية، شو يصير بالخرزات؟ طيح كلها. بداية الانفراط يعني كل العلامات الكبرى تبدأ بظهور هذا المهدي. أول شيء خلاص تبدأ العلامات الكبرى كلها تتوالى. يبايع الناس بين الركن والمقام. شوف المكان بالضبط عند الكعبة. يبايع أهل الإيمان وأهل العبادة وأهل الدين، يبايعهم على أي شيء، على القتال في سبيل الله. خلاص ذروة سنام الإسلام تعود مرة أخرى، ويبدأ الناس يبايعونه. طبعا إحنا كل يوم يطلع عندنا واحد يقول أنا المهدي. إحنا عندنا بالكويت واحد من زمان يقول أنا المهدي، مجنون ترى. ها؟ في كثيرين يدعون المهدية أو المهدوية لأنهم يعني أضغاثوا أحلام، شافوا حلم بالشيطان، ولا يبي السمعة والشرف، أو رجل في شيء مرض نفسي. لكن المهدي آخر الزمان يعرفه أهل التقوى والإيمان والعلم والصلاة. علماء الأمة هم الذين يعرفونه، مو هو يدعي أنه هو المهدي، بل يدفع دفعا. ولهذا حنا نقول حق الناس نجوم الهداية والهدى ترى علماء الأمة، خاصة في آخر الزمان. ولهذا إذا مات العالم ثلم في الإسلام، إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، والله ما تسد. علماء الأمة هم نجوم الهدى في آخر الزمان، هم الذين يجمعون ويتواطؤون على اعترافهم بأن هذا الرجل هو المذكور في الأحاديث. تبي تتأكد أن هذا هو ولا ما هو، الروح مبايعة ولا لا؟ تبي تتأكد؟ يخرج إليه جيش يقاتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخسف بالجيش أوله وآخره، كله يخسف. إذا سمعت بالأخبار أن جيش رايح يقاتل هذا الرجل فابتلعته الأرض كلها، فاعلم أنه الرجل المقصود. احفظ هذه، استفيد منها والله. علمها أولادك. إذا شفتوا مثل هذا الرجل وخسف بالجيش اللي يقاتله، على طول روحوا كونوا جنود له، بايعوه خلاص.
لأن آخر الزمان الحق معاه، فيبدأ القتال في سبيل الله. هنا تبدأ القصة الحين بنوع من الخوف. حنا نخاف. يصرخ الشيطان في أهل الإيمان. أهل الإيمان مجاهدين، وين أهلهم وعيالهم؟ في بيوتهم جالسين، خلوا عيالهم وأهلهم ورايحين في القتال. يصرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خرج في ذراريكم. طبعا كذاب. ليش؟ بيوقف الزحف الإسلامي، يريد أن يوقف الفتح الإسلامي، فيصرخ فيهم أن الدجال قد خرج، أن الدجال قد خرج. فيرسل قائد الإسلام في ذلك اليوم، يرسل 10 فوارس. حط خط تحتها 10 فوارس عشان يتأكدون من الخبر. طلائع. يقول عليه الصلاة والسلام: أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. اللهم اجعلنا منهم. من يحوز على هذا السبق يكون 10 يتقدمون ليكتشفوا الخبر هل صحيح ولا لا. في ذلك الوقت وهم راجعون قافلون يأذن الله بخروج الدجال. كان كذبا، لكن يأذن الله بخروجه. يخرج وين؟ بين خلة بين الشام والعراق، بين سوريا والعراق، في مكان قرية. طبعا هو مو هناك مكانه، لكن هناك يبدأ بالإعلان ويظهر أمره في ذلك خلة بين الشام والعراق، وهم راجعين الآن من أوروبا، ترى في طريقهم صار. والمشكلة الواحد وين أهله؟ عياله. اللي مو محصن أهله وعياله مشكلة. اللي مو محفظهم فواتح الكهف مشكلة. اللي مو معلم عياله على شنو معنى الدجال وكيف العصمة منه وشنو فتنته، قد يقعون. أعظم فتنة على وجه التاريخ. ما خلق الله فتنة منذ أن خلق الأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. عشان كذي أمرنا بالاستعاذة منه قبل كل سلام. ومن فتنة المسيح الدجال يرجع أهل الإيمان. طبعا الآن ما في جهاد للدجال، لا لا لا. الآن كل واحد يلحق على أهله، كل واحد بيته، ما يطول كل 40، لكن 40 ما يدعوا أرضا إلا يطأوها إلا مكة والمدينة. صج 40، لكن بسرعة السحاب يسير. 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر، يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، لكن مو 40 يوم وبس، الأرض كلها يجوبها. لا تقول أنا راح أكون قوي بالإيمان وأواجه الدجال، لا 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 لا. نصيحة خذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا سمعتم بالدجال بأرض فانأوا عنها. سمعت أن جاء المدينة الفلانية، القرية الفلانية، متوجه إلى هذه البلد، لا تصير أنت معتمد على إيمانك وشطارتك وقوتك وتروح تواجهها، لا. هني الشطارة فانأوا عنها، اهرب. ومن استطاع منا أن يكون له منزلا في المدينة فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تقول لي عيل كل البشر راح يروحون المدينة، لا لا لا، لأن المدينة آخر الزمان ترجف، تهتز، يصير فيها زلازل. تذكرون الزلزال اللي قبل فترة قريب من المدينة شعروا بها أهل المدينة؟ آخر الزمان المدينة نفسها ترجف، فتخرج كل من في قلبه دخن وخبث. كل إنسان في نفاق يطلع من المدينة، ما يقدر يجلس فيها، فلا يجلس في المدينة إلا الخلص، طيبة طيبها الله. إذا قدرت آخر الزمان أنت وأسرتك وعيالك تروحون بال40 يوم هذه تجلسون في المدينة، خير لكم، حتى لو بخيمة. والله والواحد ما يأكل إلا تمر، يشرب ماي، خير له من أن يجلس في بيته فيتعرض لفتنة الدجال وما يدري. بل إن بعض الناس ربما ربط امرأته في سارية بيته خوفا عليها من الفتنة. وبعض النساء قد تكون ضعيف الدين وإيمان وتتبعه. شوف من فتنته، يأتي إلى الأرض القاحلة فيأمر أهلها بالإيمان به فيؤمنون، فيأمر السماء فتمطر، يا سماء امطري فتمطر، يا أرض انبتي فتنبت الزرع. الله أكبر، إيش صاير؟ فيتناقل عند الناس أن قرية فلان ومدينة الفلانية لما كفروا به قحطت أرضهم وأجدبت، والأمة الفلانية لما آمنوا به رزقوا بالخيرات. شو يصير في الأمم؟ اليوم الناس
يطالعون أوروبا عندها مطر وعندنا ماكو مطر، يبون يفتنون في دينهم. اليوم بعض الناس من جهلهم لما يشوفون الحضارة الأوروبية والتخلف العربي يبي يبيع دينه. شلون لو شافوا الدجال؟ هؤلاء مع الدجال مباشرة. شوف من فتنته، من فتنته أن معه جنة ونار. القضية مو سهلة يا جماعة. جنة تشوفها ونار تشوفها. طيب لو اضطررت أن أواجه هذه الفتنة شو أسوي؟ أول ما تواجه الدجال على طول أنت وعيالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن معاه شياطين لازم تستعيذ بالله وتقرأ القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. على طول اقرأ سورة الكهف أنت وعيالك وزوجتك. إذا قرأتم الكهف عصمتم منه، ما يقرب لكم. لكن المسكين اللي لا هو حافظ ولا عياله حافظين، إيش راح يسوي؟ اضطررت تواجهه. يقول عليه الصلاة والسلام، لأن اللي ما يؤمن فيه دش النار، يقول فليغمض أحدكم عينيه وليطأطئ رأسه، يعني دخل رأسك بالنار. ترى صعب، ما يسويها إلا اللي عنده يقين. احفظوها لأن حديث هذا. قال وليغمض أحدكم عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب ماء عذبا زلالا. منو عنده اليقين يدخل رأسه في النار؟ نار الدجال، لأن جنته نار وناره جنة. ترى اللي عنده يقين بس، اللي عنده علم. شوف من فتنته، من فتنته يأتي للرجل يقول تؤمن بي؟ يقول لا. يقول أين أمك وأبوك؟ أمك وأبوك وينهم؟ مات منذ زمن، أمي ميتة من زمان. يقول أرأيت أن أحييت لك أمك وأباك أتؤمن بي؟ يقول لأرى، خلينا نشوف. فيأمر القبر فينشق فتخرج أمه أمامه. شيطان يتمثل له بأمه، أمه، ويأمر القبر فينشق فيخرج أبوه. فتقول له أمه، شوف الفتنة، فتقول له أمه يا بني قد رأيت كل شيء بعد موتي. يعني أنا شفت الحقيقة، شفت الجنة والنار والغيب كله شفته. يا بني إذا أردت أن تعرف ربك فهذا هو ربك، يعني الدجال، فآمن به يا تخيل أمة تقول لها. أقول لكم فتنته ما هي أي فتنة. ما أرسل الله فتنة على الأرض كفتنة المسيح الدجال. الدجال طبعا يخرج في الناس والناس في فتنتهم، في خوفهم. كل واحد جالس في البيت، اللي مقفل الباب على نفسه واللي يسمع الأخبار، واللي الكل خايف على زوجته وأولاده. ويخرج معه يهود من أصفهان 70,000 أتباعه. هذا البس من المدينة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ايش درى عن المدينة أصلا؟ هو جالس في المدينة، في مدينة رسول الله ايش درى عن شيء اسمه أصفهان؟ وايش درى أن راح يكون فيها يهود؟ ايش درى؟ اليوم سووا بحث في الانترنت، راح تلقون المدينة اللي في أصفهان اللي تسمى أصلا مدينة يهودية، عشرات آلاف اليهود فيها. لا تبون شيء أكثر بعد؟ يقول عليه الصلاة والسلام عليهم الطيالسة، يعني نوع من أنواع اللباس. اليوم في من اليهود يلبسون الطيالسة، نفس نوع اللباس اللي ذكره. يتبعه الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. طبعا وين يتجهون آخر يوم؟ في آخر الأيام 40 يتوجهون وين؟ فلسطين، في الأرض المباركة. يتجمع اليهود وأتباع الدجال ومن آمن به، وين يتجمعون؟ في فلسطين. ومعسكر أهل الإيمان وين؟ في الشام. الآن صار معسكرين، في الشام وفي فلسطين. الدجال هناك وأهل الإيمان مع الرجل الذي يسمى المهدي في الشام. تخيلوا الآن المعسكرين آخر الأيام. فجأة الناس رايحين أذان الفجر يصلون في مسجد وصفه النبي عند المنارة الشرقية بدمشق، المنارة البيضاء. الله أعلم، بعض الناس يقول هو الجامع الأموي، الله أعلم، لكن في منارة شرقية بدمشق الناس رايحين يصلون الفجر. فجأة يسمعون المنادي ينادي. طبعا هذا دلالة على أن مو أي واحد أهل الفجر، هذين أهل صلاة الفجر، هذين الخلص، هذين اللي راح يقاتلون في سبيل الله.
مو اللي ينامون عن الصلوات ويتركونها، لا، هذا ما ينفعون. وهم رايحين صلاة الفجر يسمعون المنادي ينادي جاءكم الغوث جاءكم الغوث. ايش صاير؟ الناس تتساءل ايش صاير؟ ملائكة نزلت من السماء أنزلت معها عيسى بن مريم. يا الله جماعة، هذه ثبت الإيمان صح ولا لا؟ عيسى بن مريم نزل. تخيل البشارة الحين، الناس معنوياتهم في الأرض، الدجال سيطر، الدجال معاه، الناس فتنت، الفتنة انتشرت. فجأة شوف كلما ضاقت فرجت. يسمعون الناس أن عيسى بن مريم نزل، جاءكم الفرج، خلاص جاءكم الغوث. على أذان الفجر بين الأذان والإقامة نزل عيسى بن مريم، وشوف منظره الجميل، إذا طأطأ رأسه تحدر كالجمان، يعني ينزل من رأسه مثل اللآلئ والجمان. الله أكبر، هذا عيسى بن مريم ما مات، ولهذا ينزله الله آخر الزمان. فإذا نزل عيسى بن مريم أول ما يتقدم، تخيل أنك في الصف الأول. يا الله، تخيل أنك من أهل الفجر اللي جايين وراء الإمام يصلون. تخيل هذا المنظر، المهدي يقول حق عيسى بن مريم تقدم، وعيسى ما يرضى. عيسى يقول للمهدي بل أنت، فيصلي عيسى مأموما تكرمة لهذه الأمة. يصلي المهدي إماما بهم، أو الرجل الصالح، أو من ذكر بالأحاديث. ثم بعدها يقوم عيسى بن مريم فيقود الجهاد في سبيل الله. وين رايحين؟ فلسطين. هناك ينطق الحجر والشجر، هناك تكون المذبحة الكبرى ليهود والدجال وأتباعهم. يدخل عيسى بن مريم معه جيش الإسلام، ينطق الحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. ويبدأ الحجر يقاتل والشجر يقاتل، وأهل الإيمان يدكون الأرض دكا. وعيسى بن مريم من خصائصه إذا رأى كافرا مات وذاب كما يذوب الملح، إلا الدجال إذا رآه عيسى فيمكنه الله ما يذوب، ما يسيح في الأرض حتى يأتي إليه عيسى بن مريم فيأخذ الرمح فيضربه ضربة يصرعه بها، فيكبر أهل الإيمان الله أكبر الله أكبر، ينصر الله جنده ويعز الله أهل الإسلام والإيمان. فجأة وهم فرحون وينتشر في الأرض الخبر قتل الدجال، أهلكه الله جل وعلا، وفتحت فلسطين وبيت المقدس. مو شرط ننتظر لهذا اليوم حتى نفتحها، قد تفتح فلسطين قبلها وبيت المقدس، لكن هذه إحدى الفتوحات، تفتح فلسطين وبيت المقدس ويعلو فيها صيحات الله أكبر، ويحكم في الأرض من؟ عيسى بن مريم. لكن فرحة ما تمت، خلاص الآن العلامات طلعت، ايش راح يصير؟ فجأة يرسل الله وحيا إلى عيسى بن مريم: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا أنت ولا جيشك يقدر عليهم. من هؤلاء الناس؟ قال إني أرسلت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. خذ الجنود والجيش وروحوا جبل اسمه الطور اختبئوا. من اللي طلع؟ حتى إذا فتحت يأجوج، نفس الوقت الدجال يموت، عيسى موجود، يطلع يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا. الله عز وجل يأمر عيسى وأهل الإيمان يهربون إلى الجبال، وإذا بيأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج ترى كل يوم يحفرون في سدهم، سد من حديد مخلوط بنحاس، سد عظيم. يمكن بعضكم يقول ليش الأقمار الصناعية ما طلعت السد هذا؟ ليش ما اكتشفت وين يأجوج ومأجوج؟ أمة من الأمم. أقول لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يقولوا لك حنا شفنا كل شعرة على وجه الأرض بالأقمار الصناعية، لا مو صحيح. وماذا سيحصل للكعبة؟ بل المسجد النبوي هل صحيح ألا يمر فيه إلا الكلاب والسباع في يوم من الأيام؟ وماذا سيحصل للبشرية في ذلك الزمان؟ أنا لا أستطيع أن أختصر هذا الكلام كله في دقائق معدودة، لأن الوقت تقريبا قد شارف على الانتهاء. لكن نحن الآن اقتربنا من نصف
مشارف أو علامات الساعة الكبرى. بقي النصف الآخر. أنا أدري أنني إذا وقفت الآن راح تزعلون علي. كمل. لا، الوقت انتهى. سنقف عند هذا الحد، وأعدكم إن شاء الله بعد إن شاء الله فترة من الزمن إذا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدعوة عندكم إن قصة النهاية الجزء الثاني نكمل من خروج يأجوج ومأجوج. لا، وش اللي قاعد يسوونه عيسى بن مريم وأصحابه على الجبال؟ ايش قاعد يسوون؟ وماذا سيفعل يأجوج ومأجوج؟ وهم هل الآن هم موجودون؟ لا، ويمكن نحدد لك تقريبا مكانهم بعد. وماذا سيحصل بعد نهاية يأجوج ومأجوج وموت عيسى بن مريم؟ هل ستنتهي الأرض أو ستبقى؟ وما قصة الدابة التي تتكلم؟ هذا كله إن شاء الله لنا موعد وإياكم بعد زمن في الجزء الثاني من قصة النهاية. لكن حسبي سؤال النبي لمن سأل متى الساعة قال وما أعددت لها. لا تقول متى تقوم الساعة، أنت قاعد تشوف أشراطها. أسألك سؤالا، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ وماذا أعددت للساعة وأشراطها ونهاية هذه الدنيا؟ أسأل الله جل وعلا ألا يميتنا إلا على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.